احنا دلوقتي في دير قديس بسنتاوس الملقب بلابس الروح، وده كان أسقف قفط. ومن في سنوات قليلة نشوف الكلام دلوقتي اتلاقوا الجسد بتاعه تحت المذبح، كانوا بيعملوا عمرة فتلاقوا في قبه تحت جنب المذبح أو تحت المذبح، وتلاقوا الجسد بتاعه محطوط على حجر مكتوب عليه كل تفاصيل الأنبا بسنتاوس. هنخش الكنيسة الأثرية. دي الهياكل اهي، وفي المدخل الجسد بتاع القديس بسنتاوس، ده اللي هم او بسنتي، يعني بسنتاوس او بسنتي. بالبنوتي خنت ميتي تنخل أونت بريوت نمبد نبمسوا بالتفز مؤيون فيلين تطوبو إن أنتي تتفرج شني شوني تنفسي شلي من صومات نجتمكو بخريستوس بريوت الأغاصوس نمبد نبمسوا دي الصور المختلفة للقديس الأنبا بسنتي أو بسنتاوس، ودي هو الاسم بيفرق في الترجمة اليوناني والقبطي. دي صورة تاني، وهنبتدي المذابح. مذبح باسم الست العذراء، والمذبح الوسطاني دايما بيبقى باسم صاحب الدير قديس البسنتاوس. بس بظهري والأذبح المذبح الثالث باسم الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس. لما تلاقوا الجسد بتاع الأنبا بسنتاوس، ده المذبح الوسطاني. لا صعب صعب جدا. لا موسى نفسه نزل نزل. بص واقفه ازاي؟ لا واخر سلمة شوف عامله ازاي. لا تلاقوا الجسد في المكان دوت. تنزل بس بظهرك. لا هيقدر انت على بالك، لأن المكان صعب قوي. ان شاء الله ينزل. ان شاء الله تنزلها. معلش الكاميرا هتتهز شوية. في بسنتي أو بسنتاوس، الفرق بينهم اللغة بين اليوناني وبين القبطي. دايما الواو والسين دول في اليوناني. طب احنا نكتبها ايه؟ دير مين؟ الأنبا بسنتاوس لابس الروح. لو حد يقول له سامع ينزل عشان ما معناش ونش نطلع من هنا، ما حدش يقدر يطلع. يطلع قوة المسيح ماشي، لكن غير كده عايزين ونش. طبعا يجيب ونش منين هنا؟ ده الأب اللي تلاقوا فيه الجسد بتاع الأنبا بسنتاوس. يعني كان في حجارة هنا كان نايم عليها، بس للأسف الظاهر شالوها أو حاجة زي كده، يبقى طلعوها من هنا. ولا شايفه حاجه. الجسد بتاعه كان هنا. دي عمرة اتعملت من حوالي 3-4 سنين، فاتلقوا الأب ده تحت المذبح، كسروا اتلقوا ده، فابتدوا كان الأول سايبين الحجارة وخدوا الجسد حطوه في الصندوق دوت، وبعد كده حطوا إزازة عليه. بعدها بفترة الظاهر الناس برضو ما سابتهوش في حاله، فشالوا الحجر كله، كان مكتوب عليه اسم القديس والسنة وحاجات معينة باللغة القبطية.
معلومات عنه يعني. انزلوا. طبعا السلم صعب جدا جدا هنا. انا نزلت بايد واحده بس وماسك الكاميرا بالايد التانيه، اللي نزلنا يطلع. فهنفسر على كده. فبنزل ده حلو، ده لازم عشان تفتكر حتى. لا بركه للناس، بنزلها في الفيس وفي اليوتيوب. قلنا مشلاك وانشا يا اسامه. حاسب راح فين؟ خليك شويه كده. سلام. اللي خلص يده. معلش انا قلت معلومه مش مظبوطه، ان الحجر ما زال موجود، وهنا مكتوب عليه التاريخ كله بالقبطي. هتشوفوا هنا في الجنب ده كده كان موجود كل التفاصيل، ان ده جسد الانبا بسنتاوس. وهتلاقوا برضه في الارضيه دي اللي مرمي عليها ورق، هتلاقوا برضه فيها تفاصيل تانية. هم بنوا فوقيها المذبح ده بحيث انه يبقى مذبح تاني موجود ويحمي الحاجات دي. شكرا. دي الوثيقة لما وجدوا الجسد بتاع الأنبا بسنتاوس في يوم الأحد الموافق 8 يوليو 2018 أثناء عمليات الترميم بالدير، وأثناء العمل بالمذبح الأوسط وهو مذبح القديس الأنبا بسنتاوس. تم العثور على مقبرة في أسفل المذبح على بعد مدى 3 متر من سطح الأرض، وجد بها رفات القديس العظيم موضوعة بطريقة نادرة على سرير من الحجر، مكتوب عليه باللغة القبطية اسم القديس منذ ما يقرب من 14 قرن من الزمان، حيث ولد هذا القديس حوالي سنة 548 وتنيح عام 631. اجتمع مجمع كانت الأبرشية يوم الخميس 19/7/2018 بالدير، وبعد صلاة القداس الإلهي تم وضع رفات القديس في الأنبوبة المعدة له وتطيبها ثم وضعها في المقصورة الخاصة بها، وذلك توثيق لهذا الحدث التاريخي. الرب ينفعنا بركة صلوات هذا القديس أمين. الأنبا بيمن ومجمع الكهنة بتوع الأبرشية. هنا إمضة الأنبا بيمن أهي، وهنا إمضاءات الكهنة. شكرا. صلواتكم.